السلام عليكم ورحمة الله. ما تفكريش ولا تحتاري ولا تلفي على وصفة عشان تعملي بيها البسبوسة بتاعتك وتقولي انا عايزة اعمل زي اللي بنشتريها وما بتطلعش كويسة معايا، زي اللي بنجيبها من المحلات، زي اللي بنجيبها من عربيات الشارع وبتبقى طرية كده ومرملة وجميلة. ولا تفكري ولا تحتاري، جبت لكم بقى السر الحقيقي يا جماعة للوصفة. بجد انا اول مرة اعملها واتصدمت من النتيجة، زي ما انتوا شايفين طرية جدا جدا. وعايزة اقول لكم بجد الطريقة سهلة ومش هتاخد معاكي 10 دقايق، مفيش 10 دقايق اصلا، 5 دقايق وهتلاقيها تبقى معاكي بالقمر الجمال ده. شايفين قد ايه طرية؟ تعالوا اقول لكم بقى الوصفة ازاي. بس اول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل الوصفات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. جبت بقى حله او كزرونه، اي حاجه هتحطيها على النار، حطيت فيها 3 كوبايات من الميه وضفت عليهم كمان 2.5 كوبايات من السكر. تمام. وهنا باخد معلقتين كبار من عسل الجلوكوز يا جماعه، بيظبط لي القوام بتاعه، بيظبط لي كمان، ما بيسكرش الشربات بتاعي. تمام. زي ما هما كده واخدهم واحطهم على النار، ما بحركش الشربات بتاعي ولا باجي جنبه يا جماعه. تحط السكر والميه والعسل وزي ما هما كده حطيهم على النار، واول ما تغلي معاك ابدأي ضيفي نص ليمونه، عصير ليمون، وبعدين روحي حط تحسبي بالظبط 5 دقايق وتروحي طافيه عليه. تمام. بس بعد كده اول ما يغلي اديله بس قلبتين على النار علشان تتاكدي ان السكر داب تماما. بعد كده هجيب بقى طبق حطيت فيه كوبايه الا ربع من السكر يا جماعه، السكر كان مظبوط جدا، كوبايه الا ربع من السكر، حطيت عليهم نص كوبايه من اللبن او الحليب. تمام. حطيت عليهم كمان نص كوبايه من السمنه. اللبن والسمنه كانوا سخنين يا جماعه مش باردين، يعني انا مسخناهم عادي على النار. تمام. سخنة. وكمان بقى السحر بقى يا جماعة اللي كنت أول مرة أضيفه بصراحة، إن أنا أخدت نص كوباية من الشربات اللي احنا عملناه حالا دلوقتي. علشان كده أنا عملته قبل البسبوسة علشان أخد منه نص كوباية. شايفين البخار طالع منه ازاي؟ يعني معناها أول ما غلى معايا وحسبت بعد الغليان 5 دقايق بالظبط لازم تطفي عليه. لو سبتيه غلى عن كده هو اللي هينشف معاكي ال اللهم صل على النبي البسبوسه بتاعتنا. تمام. بعد كده بكل المعيار يا جماعه وكل المقادير باخدها بنفس المج اللي انا بعاير بيه. اخدت هنا طبعا ده اللي بضيفه بعد ما تقلبي كويس جدا بقى السمنه الميه مع اللبن مع السكر، تقلبهم كويس جدا جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. تبداي تضيفي البسبوسه بتاعتك. انا اخدت 3 كوبايات بنفس المج اللي بعاير بيه، وبدأت ضفته على الخلطة دي وحطيت معلقة أو معلقتين من اللهم صل على النبي من جوزة الهند لو متوفرة. مش متوفرة ممكن طبعا تستغني عنها. مش هضيف أي حاجة إن كانت. والخطوة المهمة جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين واضح قدامكم، أنا بصوا قلبتها مش بنعجن، لو عجنتيها هتعمل معاكي عرق وهتنشف معاكي مش هتطرى خالص. تمام. قلبي بقى كويس كده لحد، شوف انا ما خدتش حاجه يعني ثانيتين، قلبتهم كويس لحد ما كله اتشرب في بعضه. بعد كده جبت صينيه ودهنتها طبعا بشويه سمنه من تحت. شايفين الخليط عامل ازاي؟ لا هو تقيل ولا هو خفيف. تمام. وبعدين هصب بقى الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهم حاجه يا جماعه، اهم خطوه، اوعي تعجني البسبوسه، لا البسبوسه لو اتعجنت هتنشف معاك. تمام. وزي ما قلت لكم الخطوة المهمة برضو ان الشربات بتاعك 5 دقايق على النار مش اكتر من كده، 5 دقايق بالظبط واطفي عليه. احنا عاوزينه مية مش ما يبقاش تقيل زي بتاع الكنافة. تمام. هبدأ بقى انا اسويها بالشكل ده بتتفرد معايا بكل سهولة. واهم خطوة برضو تاني، لازم تديها كده خبطتين 3، ارزعيها كده على الرخامة ما تقلقيش. وطبعا وتكون بقى الفرن بتاعك يكون سخن قبل ما تدخليه، وتسيبيها في الفرن لحد اما تلاقي اللون بتاع حروف كده البسبوسه بتاعتك احمرت من تحت. تمام. ابدأي افتحي الشوايه علشان تاخد اللون القمر اللي انتوا هتشوفوه ده، وطبعا عينك معاه. تعالوا بقى بصوا بقى الشربات وهو بينزل، شوفوا بقى الخطوه المهمه ونجاح البسبوسه تعرفيه اول ما تصبي الشربات بتاعك هتلاقيها بسم الله ما شاء الله اتشربت بسرعه. شايفين؟ انا هحاول اقرب لكم الكاميرا كمان علشان تشوفوا. شايفين في الجنب ده او شايفين عامله ازاي؟
بجد اتشربت بسرعة جدا. ابدأي انزلي بالباقي برضو، ما تقلقيش خالص. صبي كل الشربات اللي معاك وما تقلقيش خالص. واقول لك برضو على خطوة تانية هنعملها علشان تبقى طرية معاك. شايفين انا بشاور لكم، بتتشرب على طول من الجوانب اهي، وبتبدأ ان هي تمتص كل الشربات اللي انا هحطه. لسه هحط تاني الباقي بتاعه. تمام. يعني مقدار البسبوسة ال3 كوبايات يا جماعة، ده بمقام تقريبا نص كيلو. شايفين الشربات اهو، خلاص البسبوسة اتشربته اهي. شايفين؟ بصوا بقى، طرية طرية بجد يا جماعة، ولسه هتطرى كمان وكمان. هضيف لها بقى بقية الشربات بتاعي كله كده، وهستنى عليها بس دقيقتين لحد ما البسبوسة تتشرب الشربات بتاعي. وبعدين هبدأ طبعا هقول لكم على خطوة مهمة دلوقتي وهتشوفوها معايا. شايفين يا جماعة؟ هي بتشرب خلاص اهو الشربات بتاعي. بجد الفيديو يعجبكم جدا، الطريقة جميلة جدا جدا بجد. والله انا اول مرة اجرب الخطوات دي والطريقة دي بجد، وانبهرت بيها. ولو لسه لحد هنا وما حطيتيش لايك، يا ريت تحط لايك للفيديو، هيعجبكم جدا. بصوا بقى اتشربت، بصوا انا بدوس بقى. بصوا بقى السمنة بقى طالعة ازاي. وطبعا يا جماعة السمنة لازم تكون بلدي علشان تديك الطعم والريحة. بصي اللي كانت بجد يا جماعة ابهرتني جدا. ايه طبعا اللي انا حطيته بقى ده كانت ورقة فويل. بعد ما اتشربت زي ما شفتوا كده، رحت مغطياها على طول بالمنظر ده. طبعا هي لسه سخنة جدا، وطبعا انا طفيت الفرن. تمام. بعد ما طفيت طبعا الفرن وكان خلاص هدي شوية، عبل ما حطيت الشربات واتشربت كان هدي. وبعدين سبتها حوالي نص ساعة في الفرن لحد ما هدت. شايفين بقى صباعي يا جماعة معلم فيها ازاي؟ بصوا، علشان اقول لكم ان هي طرية جدا جدا جدا. طبعا انا ما استنيتش عليها، وعايزه بقى اقطعها علشان خاطر بجد يا جماعه. يعني كانت مفاجاه، لان البسبوسه دي اصلا ما كانتش بتنجح معايا، وكنت عاملاها معاكم بطريقه برضو كانت برضو جميله. بس الطريقه دي بصراحه يا جماعه يعني عدت الكلام وعدى الوصف وعدى كل حاجه حلوه. شايفين قد ايه ما شاء الله؟ كنت مبهوره بيها جدا جدا جدا. شايفين بقى اللون وشايفين بقى الشكل يا جماعه؟ بصوا، طريه فظيعه. طبعا انت اوعي تقطعيها وهي سخنه. تمام. علشان خاطر سيبها تبرد خالص. يا سلام بقى لو سبتها لتاني يوم، بتبقى يعني اجمل. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. البسبوسه لما بتبات يا جماعه بتبقى اجمل واجمل من اول يوم. طبعا هي بتتكلم عن نفسها، مش عايزة اي كلام ومش عايزة اي حاجة، هي عايزة بس لايك منكم. وطبعا وكومنت حلو لازم تكتبوا لي في الكومنتات يا جماعة، وما تكتبليش الا لما تجربيها. تمام. انا هنا بقى قطعتها بصراحة، انا ما استنيتش عليها اصلا، يعني عشان بس اوريها لكم. بصوا بقى قد ايه. لا حطينا بقى بيكنج باودر لان احنا مش هنعمل كيكة، ولا حطينا اي خزعبلات. شايفين يا جماعة اللون وشايفين المنظر؟ بجد فظيع. عايزة اقول لكم بقى الطعم كان حاجة كده وهم يعني. بصوا عامله ازاي. انا بحاول بس اقربها لكم علشان تشوفوا. هدوس لكم بقى عليها بالمعلقه دلوقتي علشان تشوفوا الطراوه والجمال بتاعها. ولا ناشفه معايا ولا اي حاجه. شايفين بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد يا جماعة الطريقة ناجحة 100%. بس اعملي بالخطوات اللي انا عملتها دي. اعملي كل حاجة سخنة، ما تقلقيش خالص خالص خالص. حطي معلقتين العسل الجلوكوز هيفرقوا معاك 180 درجة في عمايل البسبوسة بتاعتك. تمام. البسبوسة دي يا جماعة كانت سايبة، مش اللي هي الاكياس. الاكياس لها طريقة مختلفة تاني خالص عندي. تمام. شايفين بقى؟ كنت طبعا باكلها يعني بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت جامده جدا. لو لسه ما حطيتيش لايك، يا ريت تدوسي على اللايك، لان اللايك هو يا جماعه اللي بيرفع الفيديو. وكمان اكتبي لي في التعليقات لو حرف بس واحد. شايفين بقى؟ انا بوريكم هنا من قريب خالص. جميله جدا جدا جدا. يا رب ان شاء الله تجربوها، وباذن الله تعجبكم جدا. وما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك كتير وتشيروا الفيديو. وبرده تاني هقول لكم تاني، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات.